بصوا حبايبي، انا حشيت بقى البلحه. فكره البلح بالثوم حشيته كله، عملت الكميه دي. كل يوم على الصبح ناخد واحده، اللي عنده مريض السكري ياخد واحده. بس في حاله البرد الشديده ممكن ناخد 3، مفيش مشكله، مع كوبايه زبادي، ده يبقى فطارنا. ده بينزل الالتهاب والخافض للحراره وانتيبيوتيك طبيعي. وفي منتهى الجمال. انا برضو عملته لابني، فابني الحمد لله جاب نتيجه معاه. فانا قلت برضو افيدكم حبايبي، زي ما احنا متعودين ان كل حاجه نعملها مع بعض في المطبخ بوريها لكم. ودوت برضو البتاع دوت القرنفل والليسون النجمه، انا حاطاه برضو كده وهنغطيه. وهو دوت كل يوم الصبح وبالليل ونشربه واحده بالليل، او لو عندك برد، لو في برد وفي حاله سخونيه برضو ناخده 3 مرات. القرنفل برضو من الحاجات الجميله جدا يا جماعه، بتشيل الالتهابات واحتقان الزور، وفي منتهى الجمال. ماشي يا حبايبي. وزي ما انا علمتكم برضو اللي انتوا كل حاجه مع السوائل بقى السخنه، ممكن نشرب ورق الجوافه للكحه. اصل الكحه برضو لما بتقعد وقت اكتر من اسبوع لازم نوقف الدواء الكحه وناخد دواء بقى ورق الجوافه نغليه مع يوم عندي ورق الجوافه كنت وريتكم شكله، بس كلنا طبعا عارفين ورق الجوافه. ماشي، نغليه وكوبايه الصبح وكوبايه الظهر وبالليل يا حبايبي، مع الياسون النجمه والقرنفل في منتهى الجمال، مع البلح دوت، مع الثوم، مع انتيبيوتيك. يعني ادعوا لي بقى. ماشي، ويا رب يشفي كل مريض، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده حبايبي، واشوفكم على خير. باي باي. النهارده بقى عندي وصفه حلوه جدا للبرد. انتوا عارفين كان ابني تعبان وعنده دور سخونيه جامد وبرد، وهو دوت اللي خففه بصراحه. فانا قلت برضو زي ما انا استفدت برضو، وابني ربنا يشفيه يا رب، يشفي كل مريض يا رب. انا قلت لازم اقولها لكم برضو على السريع كده حبايبي، علشان انتوا كلنا نستفاد برضو. الدور برد شديد جدا وبيجي بسخونيه ولازم راحه معاه وكده. فانا معايا بلح اللي هو بلح رمضان اللي هو الصغير ده، انا نضفته من النوى. ومعايا معلقه محبه البركه الناعمه ضربها في الخلاط. ومعايا 5 فصوص توم يا جماعه، دولت هنفشل التوم دول وهندعكهم مع حبه البركه، وهنحشيهم في البلح ده، واخدين بالكم. ومعايا المشروب الجميل اللي هو المفروض اللي احنا كلنا كل يوم نشرب الصبح كوبايه وبالليل كوبايه، دوت قرنفل الليسون النجمه يا جماعه. هو ده بس مكسر مع القرنفل ده، هو ده جميل جدا. بنحطه كده في المج كل يوم الصبح وبالليل، وبنحط عليه ميه سخنه. دوت بصراحه جميل جدا للكحه. والقرنفل ده عايزه اقول لكم الالتهابات، للالتهاب الزور، لاي حاجه في منتهى الجمال. احنا ده هنحطه عليه الميه بالكتل. انا فعلا سخنت الميه، واخدين بالكم، ثانيه واحده كده اهوت. وهنحط الميه عليه وهنغطيه شويه. كل يوم الصبح يا جماعه نشرب واحده وواحده بالليل. ماشي يا حبايبي. هو دوت كده هنغطيه ونسيبه شويه كده. ومعايا بقى البلح، انا دعكت فشرت الثوم يا جماعه بحبه البركه كويس جدا. وبصوا انا بفشر في حبه البركه، وهحشي كل بلحايه يا جماعه هنحشيها من الثوم وحبه البركه دي. ناخد 1 2 3 على الريق، اهم حاجه هناخدها على الريق يا جماعه. هنحشيها كلهم كده بنفس الفكره دي. بقى المرضى السكر لاي حاجه ما تقلقوش، خدوا 1 أو 2 مفيش مشكله، ده عدد فردي، يا 1 يا 2 يا 3 بس. هو دوت الانتيبيوتيك بصراحه اللي خفف لي ابني. وثانيه واحده كده وهغطي بس بتاعه وهكمله، وثانيه واحده.